يا مساء الدلال على مستمعين كابتن عزيز الجمال، وحلقة جديدة من دي مش كورة دي مزيكا. كريستيانو في الرياض زقطته يا ولاد. الدون دلوقتي في السعودية، وعادي جدا قريب نشوفه في مصر. ولو مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لو جه مصر، خليك معايا وانا اقولك. جالي اسئلة كتير وهرد عليها معاكم. مساء الفل يا كابتن. مساء الفل يا حبيب قلبي. في سؤال جاي لك من اكونت اسمه لو هتلوك هعمل لك بلوك. بيقول لك هل فعلا في مباراة مرتقبة بين الاتحاد السكندري وفريق النصر السعودي؟ بص يا حبيب القلب، لحد دلوقتي الموضوع مجرد سوري في الكلمة تكهنات، وكريس في اخر مكالمة ما جابليش سيرة عن الموضوع ده. كريس مين، المصري؟ لا، البرتغالي يا حبيب العمر، كريستيانو CR7، مستمع جيد للبرنامج وصديق شخصي وبمثابة اخ. اسأل جورجينا كده مين اللي عرفها على الدون. مين؟ لا ما اعرفش، اسألها، انا هموت واعرف اصلا. نبقى نسألها. حاضر. يعني كده مفيش ماتش ومش هيجي اسكندرية؟ يا ريت ما يبقاش في ماتش. انت متخيل الزعامة في المدرجات لو شاف كريستيانو في الملعب يعمل ايه؟ ده مش بعيد يجري عليه ويقول له كيسك الياد اللي بوينو، بنحبك يا كريستيانو. يا راجل ده لو شاف الفنانة روجينا هينهار، فتخيل بقى لو شاف جورجينا. ده مش بعيد يطلع له شعر من الفرحة. ده مش بعيد يركب جورجينا قطر 6 إلا تلت. ايه ده انت هترمي افيهات وانا قاعد؟ لا اطلعوا لي بقى الفصل الغنائي بتاعي لحد ما اظبط الواد ده. رونالدو بيلعب في النصر على بعد نصايه من مصر، وطبعا جاب جورجينا معاه ولمعي وبنته كمان وياه. قالوا له أحي بتعمل كده ليه؟ ليه جبتنا يابا الرياض ليه؟ أحي بتعمل كده ليه؟ الغربة آسيا بتعمل ايه؟ بعد ما ميسي رفع الكاس الدون بقى بزيادة حساس. قال قطعة قارة أوروبا، يلا يا نصر فلوسك هوبا. خد ألقابه بالون دورو وكمان راح جدد باسبوره. جاب جورجينا ما بخلش علينا طول عمره، بيقدر جمهوره مش صفقة كورة. ده الأسطورة حط الرياض جوه الصورة، حملة سياحية مش رياضية والرياض بقت عالمية. قولوا هي ده رونالدو جه والعالم العربي مزقطط بيه. قولوا هي ده رونالدو جه عقبال ما في مصر نرحب بيه. شكرا، ميرسي. نكمل أسئلة يا كابتن عزيز. كمل يا حبيبي بس ما تجودش. بنت بحري بتقول لك يا ريت يا كابتن عزيز يجي اسكندرية، هنعمله معاه الواجب. ده ماما نفسها تأكله بامية من ايدها. عيب بقى يا جماعه، ما تقولوش من راجل كده. هو انت عازمه خطيبك باميه ايه اللي هياكلها؟ ده انت لو عازمه محمود عبد المنعم كهربا هتعمليها باللحمه. عامه هو كده بينا وبينه ساعه طيران، وعادي هنتقابل في اي بطوله. وطول ما انت زمار وانا طبال هتجمعنا الموائد. الموالد يا ابو الكباتن. انت تاني مش بتقول لك باميه يا ابني؟ تبقى موائد. انت عمال تسالني وتجاوب عليا. لا مؤاخذه يا كابتن، بس حق لو كريستيانو جه مصر دي الدنيا تتقلب يا ابو الكباتن والله. في رساله نصيه من رقم اخره 15 بتقول لك بمناسبه جورجينا، ايه رايك يا كابتن في حوار ياسمينة وجورجينا؟ ياسمينة مين فيهم؟ اللي بتقلدها ولا اللي عامله صاحبتها؟ اصل احنا عندنا في 2 ياسمينة، واحده مش باصه في ورقتها وبتشف منها، والتانية حالتها اصعب وفاكره نفسها خالتها وبتديها نصايح. واصلا جورجينا يا حبيبتي ما تعرفش غير ياسمينة واحده بتاعت علاء الدين. شكرا للتوضيح يا ابو الكباتن. زملكاوي على الدوري ناوي بيقول لك انا بحب كريستيانو جدا ونفسي ينضم للقلعه البيضاء. بيضاء؟ ده طير هي الحمراء. الموضوع كده خرج من اطار التمني يا جماعه ووصل لحد التدني. كريستيانو مين يا عم اللي يجي يلعب هنا جنب فتوح عمر جابر؟ بس هو عامه كده مش هيرضى يجي. عارف ليه؟ عشان لو جاب جون وعمل سي هيتحط عليه ويتقال له احترم نفسك يا ولد، خصم له مستحقاته. عادل الغرباوي من الشرقيه. غرباوي من الشرقيه ولا شرقاوي من الغربيه؟ عسل يا ابو العز. تمام. بيقول لك صعب نشوف كريستيانو في الدوري المصري. صعب ليه؟ احنا لو هنتكلم جد فالدوري المصري بتاعنا يشرف ويعتبر نسخه مصغره من دوري الابطال. هقول لك ازاي. هو واخد على لعيبه عالميه، فلو جه مصر مش هيحس بفرق. هيلاقي احمد رمضان بيكهام واحمد عادل ميسي وعبد الرحمن عاطف اجويرو وسيد نيمار. عندك حق، ده غير نبيل دونجا وعمر سافيولا ومارسيلو. مش بقول لك انت عمال تعلي عليا من الصبح؟ وقفوا لي الحلقه دي يا شباب ما اشوف اخرتها معاه، وابقوا استنوني الاسبوع الجاي في حلقه الحب الكروي الاعمى، وبعدها لك بقى يا سيدي الناس. انا عملت ايه يا كابتن؟ يا عم ايه بس؟ بحاورك. تحاور ايه يا جدع وزفتي؟ انا مش عارف اتكلم كلمتين على بعض طول الحلقه وانت شغال.